اخواتنا واصحابنا وحبايبنا اللي بيسألوا نشتغل او بياخدوا نصيحة ان نشتغل في براندات كبيرة ولا نشتغل في محلات صغيرة، وايه الافضل وايه اللي يخليني اكسب فلوس واتعلم. هنا لما حد بيسألني السؤال ده انا بجاوبه او بسأله انا كمان سؤال، وهو حضرتك خبرة كفاية ولا حضرتك لسه بتتعلم؟ هل ده يفرق؟ هيفرق معايا عشان اقدر اوجهك صح. طيب حضرتك لو مش خبرة يبقى انا انصحك تشتغل في سلاسل كبيرة الاول. طب حد يطلع يقول لي يا شيف، طب السلاسل الكبيرة ما فيهاش فلوس زي المحلات الخاصة او الاهالي او كذا. انت عندك حق، ولكن انا هنا عايز اسسك في الاول. حضرتك انت لو اشتغلت في سلاسل كبيره هتتعلم اكتر من نقطه. تتعلم يعني ايه احترام للعميل، هتتعلم الخدمه المباشره والغير مباشره، هتتعلم يعني ايه سيستم تشتغل تحت ضغط او غيره، هتتعلم يعني ايه نظام، وتتعلم يعني ايه مواعيد، وهتتعلم كل شيء في بند خدمة العميل. هتتعلم كل شيء في الأصناف، هتشتغل مع عملاء كتير، هتشتغل في أنواع جبن مختلفة وكتير، وأظن إن أنت مش هتعرف تشتغلها أو مش هتعرف تشتغل بيها في المحلات الصغيرة أو البلدي. تمام؟ تمام. طيب لو حضرتك بقى خبرة وكذا وكويس وإن شاء الله، أول نعم ما فيناش حد يعني 10/10، ولكن إحنا بنقول عندك خبرة كفاية إن أنا مش محتاج أتعلم حاجة في الوقت الحالي، بس أنا محتاج أشتغل على موضوع الماديات. يبقى أنا هنصحك هنا تشتغل في المحلات الأهالي، مش بنقول البلدي خالص ولكن الأهالي، اللي هي بيت سم خاص يعني. تمام. هنا هتلاقي الماديات كويسة، ولكن مش هتلاقي نفس المميزات اللي كانت موجودة في الهيابر أو السلاسل الكبيرة. الاختلاف هنا بس في حتة الرواتب. الهيابر الكبيرة أو السلاسل هتلاقي فيها حافز شهري، هتلاقي تارجت تشتغل عليه، هتلاقي أجازات سنوية، هتلاقي تأمين صحي واجتماعي وغيره. تمام. في المحلات الأهلية أظن إن أنت مش هتلاقي ده، بس هتلاقي ده معوضهولك بيه الراتب الكويس. أتمنى أكون عرفت أوصل لك المعلومة بصورة مبسطة. أشوفك الفيديو الجاي. سلام.